بسم الله الرحمن الرحيم. خطاب اعتراف وشهادة كفالة. يا ترى في ايه عمر النهارده الموضوع اللي انت هتتكلم فيه النهارده؟ لازم نستنى لنهاية الفيديو عشان نعرف بالظبط ايه هو المطلوب. دي حاجة متعلقة بالسياحة؟ لا، دي حاجة متعلقة بالدراسة، وبالدراسة اكيد فين؟ في دولة بولندا بالاخص. معاكم عمر البحيري وقناتكم قناة المهاجر. مرة تانية بحب أرحب بحضراتكم ونتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا ظهر في الآونة الأخيرة أو على الساحة للطلبة اللي جايين يدرسوا في دولة بولندا، مش بس في أوروبا، بس احنا بنتكلم النهاردة عن دولة بولندا. دي في الناس بدأت تسأل، بدأت تستفسر ايه هو اللي موجود. انا عندي ميعاد في السفاره، قدمت اوراقي كلها كامله، بس في حاجه ظهرت حاليا على السطح اسمها خطاب اعتراف وشهادة كفالة. نحب الأول نبدأ ونقول دلوقتي إن سفارة بولندا اللي موجودة هنا في جمهورية مصر العربية مش بس لمصر، في 4 دول: في مصر، السعودية، الهند، الجزائر. إيه اللي حصل؟ هنبدأ الأول من الآخر دلوقتي ونتكلم واحدة واحدة. نوضح لكم حضراتكم إيه اللي موجود وإيه اللي مقصود من الموضوع ده. وزارة التعليم هنا في دولة بولندا حاليا ظهر قانون جديد للطلبة اللي هم جايين من 4 دول دول: جمهورية مصر العربية، وده اللي يعنينا برضو دولة السعودية الشقيقة، والهند، والجزائر. انت حضرتك طالب خلاص وخدت القبول، جالك الادميشن ليتر، كنت بتراسل احدى الجامعات البولندية اللي موجودة هنا، وخلاص كل الاوراق كلها عندك مستوفاه، وانت موجود حاليا عندك ميعاد في السفاره البولنديه عشان تقدم على الفيزا وتيجي ان شاء الله هنا وتبدا حياتك كطالب ان شاء الله. بس ظهر على السطح في الاونه الاخيره موضوعين مهمين جدا. اهم حاجه فيهم اسمه خطاب اعتراف recognition letter. زي ما قلنا دلوقتي وزارة التعليم هنا بدأت إنها تخاطب إن لازم عشان أبدأ إن أنا هنا أقبلك قبول نهائي وتيجي تبدأ أول خطوة ليك في الدراسة في المرحلة الجامعية بتاعتك التعليمية في دولة بولندا وجمهورية بولندا، إن أنت لازم تكون تحصل على خطاب الاعتراف ده. طب خطاب الاعتراف إيه هو؟ هو بيكون كالتالي: نسخة أصلية من شهادة الثانوية العامة، شهادتك أو شهادتك للطالب أو الطالبة من ال4 دول دول. شهادة الثانوية العامة بتاعتك تكون الأصلية بتاعتك. لازم تكون أنت عارف حد مقيم في بولندا تبعت له الورقة دي، شهادة الثانوية العامة بتاعتك اللي هو الأصلية، وهو هنا بيبدأ أو هي الإجراءات بعد كده التالية إيه؟ بيروح لمكان اسمه مكتب الإقامات أو مكتب الهجرة، اللي هو الناس بتخلص فيه إجراءات الإقامة لكل الناس، سواء كنت بتشتغل، سواء كنت طالب، سواء كنت متزوج. فهنا لازم ان انت الورقه دي شهاده الثانويه العامه حد ياخدها هناك ويبعتها للمكتب ده بنفسه هناك، ويبدا يقول لهم الموضوع كالتالي. هم عارفين الموضوع دلوقتي، بس في هناك عمليه طبعا ايه زي ذهول ليه؟ لان المفروض اول مره يطبق النظام ده، فالمفروض هيقولوا لك ان بتستغرق من اسبوعين الى شهر. طب حد هيقول دلوقتي انا عندي مشكله مثلا في السفاره، ممكن اتاخر، ممكن يجي لي رفض لا قدر الله او يحصل اي حاجه مشكله. هم قالوا هنا ان احنا لسه الموضوع لسه جديد زي اي قانون جديد، فاحنا النهارده ممكن ما نوعدكش ان ممكن تخلص في ظرف اسبوعين 15 يوم، بس بتتراوح من بين اسبوعين او اسبوعين الى شهر او 4 اسابيع. هنقول دلوقتي طيب اوكي، انا النهارده عايز اخرج من المطب ده، او اسف يعني في الكلمه المطب او المشكله دي، اعمل ايه؟ لو انت النهارده في تواصل مع الجامعه الحمد لله وجالك الادميشن، ان انت بما يفيد ان انت في الاول الليتر اللي هو بتعمل من خلاله المصاريف، الرسوم الدراسيه، وبعد كده اللي هو الفورمال ليتر اللي انت بما يفيد انت دفعت الرسوم اللي هي الدراسيه، وبعد كده المصاريف الدراسيه. طيب النهارده انت بتراسل الجامعه عندك هناك، لازم تعرفهم بالموقف اللي حصل وهم عارفين هيعملوا ايه. تبدا النهارده تخاطبهم ان انت يا ريت يجي لك حاجه اكستنشن ليتر او خطاب تمديد. براسل الجامعه وابدا اشرح لهم كل حاجه بالتفصيل، هم على علم وعايزين يساعدوا. فحتى كانوا بيحاولوا يطبقوا الموضوع ده من الموسم القادم او من السنه اللي جايه او من الترم القادم او السنه القادمه الدراسيه القادمه. فعشان كده تبدا تقول لهم لو سمحتم عايز او عايزه اكستنشن ليتر، خطاب تمديد، اللي هو مثلا لو انت في شهر 10 دراستك خلاص وعايز تروح ان شاء الله تخلص اجراءاتك في السفاره وتبدا، هم يعملوا لك حاجه اسمها تمديد لحد نهايه اكتوبر، لحد نهايه شهر 10، وتبدا ان شاء الله ترجع الحاجات دي السفاره. الحمد لله انت ماشي في المواضيع بتاعتك، مش عايز تقول تعمل ريسك او مخاطره، فمش عايز تخسر اي حاجه، حاول وكمل للاخر.
وامشي على الاجراءات بتاعتك، باذن الله ربنا هيوفقك. ده بالنسبه لموضوع ريكوجنيشن ليتر او خطاب اللي هو ايه اللي موجود ده المهم اللي هو لازم تخلصه من بولندا. فده ظهر حاليا دلوقتي ان وزاره التعليم قالت ده لازم يتم، فعشان كده من خلال شهاده الثانويه العامه لازم تكون تبعتها اصليه لحد في بولندا بياخدها ويوديها مكتب الاقامات ويبدا هناك يخلصها لكم، وبعد كده يبعتها لك عشان تروح تاخدها للسفاره. لو حصل لا قدر الله اي حاجه، حاول انت دايركت تتصل بالجامعه بتاعتك وتشرح لهم الموضوع، هم متفاهمين جدا، يحاولوا يبعتوا لك حاجه اسمها اكستنشن ليتر او خطاب تمديد. طيب موضوع الكفاله ايه هو تاني حاجه؟ موضوع الكفاله يا عمر هنا، موضوع الكفاله دلوقتي من ضمن الاجراءات اللي موجوده في السفاره البولنديه في جمهوريه مصر العربيه. بتحاول كالتالي ان انت مثلا والدك يجي معاك للشهر العقاري، بيكتب اقرار ان انا فلان الفلاني متكفل بجميع المصاريف الشخصيه لابني او لبنتي في خلال فتره اقامته في دوله بولندا في الفتره الدراسيه ديت، ان هو بيتكفل بيها. حتى لو معاك الفيزا كارت مثلا باسمك، لو انت اقل من 26 سنه او 27 سنه، ده قانون طلع دلوقتي مثلا 25 لحد اقل من 27 سنه، فده بيسميه ايه؟ ان والدك بيعمل لك هنا الكفاله، ان انا متكفل بيك او بيها في خلال فتره الاقامه بتاعته في دوله بولندا، وده بيتعمل من الشهر العقاري وبتاخده معاك للسفاره البولنديه. طيب هنرجع بقى دلوقتي ونبدا من الاول. الدراسه عامه دلوقتي للناس الطلبه او الطالبات اللي موجودين في الدول العربيه وعايزين يسافروا لبولندا، احنا بدانا من العكس او من الاخر، فدلوقتي هنبدا من الاول. انا دلوقتي راجل خلصت الثانويه العامه في بلدي، بعمل ايه؟ بحاول اخاطب اغلب او اكتر الجامعات البولنديه اللي موجوده هناك عشان ادرس في احدى الجامعات البولنديه، او بتختلف لو انا عايز ادرس ان شاء الله فيديو تاني اللي هو ايه ماجستير او دكتوراه او ما شابه. فالدراسه من خلال ان انا بدخل على موقع اسمه جو بولاند او ستادي ان بولاند او باتشلور بورتال او بي اتش دي بورتال، حسب ما انت عايز تدرس هناك. بتخش هناك بتتخاطب او ان انت بتراسل احدى الجامعات وبتشوف التخصص المناسب لك على حسب ما انت خلصت الثانويه العامه والدرجات بتاعتك والتخصص اللي انت هتحس ان انت مناسب لك او مناسب ليكي، فبتراسل الجامعات دول. طب هنبدا النهارده اهم شيء الاول وانا براسل الجامعه لازم يكون معايا النهارده شهاده الثانويه العامه مترجمه اللغه الانجليزيه بيان بالدرجات، وابدا ابعت هناك لاحدى الجامعات البولنديه. الجامعات البولنديه النهارده هنقول انها، في ناس بتسالني طب انا النهارده جالي الرد هل هناك الدراسه فقط باللغه البولنديه ولا باللغه الانجليزيه؟ اقول لك لا، ان اغلب الجامعات البولنديه حاليا، لان النظام التعليمي البولندي نظام كويس وجميل جدا، بيوافقوا على الدراسه باللغه الانجليزيه. طبعا النهارده هنكون النهارده واحد بيسالني ايه المطلوب؟ شهاده ايلتس او التويفل، او ان انا اكون عندي بيرفكت اجاده في اللغه الانجليزيه؟ اكيد لازم ما يكونش عندك اقل من البي 2. ليه؟ لان انت بعد كده ما تحطش نفسك في موقف انك تعمل حاجه اسمها سنه تحضيريه، انا مثلا راح ادرس طب هندسه او اي شيء من هذا القبيل، في مصطلحات علميه هناك او مصطلحات بمشي بيها. فانا حتى كمان لما بعمل مقابله في السفاره، حتى الاول كان في يعني مقابله مع قنصل او شخص مصري شغال في السفاره هناك، بس على الاقل لازم اكون اعرف المصطلحات عشان اتفادى ان ما ادخلش في سنه تحضيريه وتحصل مشكله بعد كده لا قدر الله من ضمن الحاجات دي. طيب النهارده لو انت او انت كنت بتدرسي في احدى الدول العربيه والشهاده الثانويه العامه بتاعتك مثلا زي الامريكان دبلوم او الثانويه التجريبيه، فانت كده كده اصلا كنت بتدرس باللغه الانجليزيه او انت بتدرسي باللغه الانجليزيه، فانت مش محتاج. وكمان في حاجه مهمه جدا وكويسه، ان اغلب الجامعات البولنديه حاليا بتعمل حاجه اسمها اونلاين انترفيو، اللي هو اونلاين انترفيو باللغه الانجليزيه، فخلاص مفيش مشكله انت حتى تتغاضى عن تويفل او الايلتس. خلاص النهارده احنا ان شاء الله راسلت احدى الجامعات وجالي بعد كده حاجه اسمها الفورمال ليتر. الفورمال ليتر هو بما يفيد ان انا خلاص انت اتقبلت، بس الفورمال ليتر بعد النجاح في الاونلاين انترفيو، يبقى اول خطوه اونلاين انترفيو احدى الجامعات خلاص انا رسلتها، فبيجي لي حاجه اسمها فورمال ليتر ان انت خلاص اليجابل او ان انت يعني راجل ان انت يعني مؤهل انك لازم تدفع اللي هو الايه الرسوم الدراسيه وليست المصاريف الدراسيه. الرسوم الدراسيه تختلف من جامعات حكوميه وجامعات خاصه. جامعات حكوميه تتراوح من 20 الى 30 اورو او يورو مما يعادلها بالزلوطه. لو كانت جامعات خاصة بتختلف طبعا ممكن من 100 إلى 300 يورو، لأن أنت بتختلف هنا، أنت بتراسل جامعات حكومية أو جامعات خاصة. في طبعا جامعات حكومية زي جامعة وارسو للتكنولوجيا، تكنولوجي فروسواف تكنولوجي، أو جامعة بوزنان هنا في جداينسك، في ووج، في ياجلونسكي برضو في كراكوف، لأن من أغلب الجامعات المعترف بها يعني دوليا ورانكينج مصنفة في أوروبا وفي العالم.
فطبعا او جامعات خاصه، في برضو حاجات موجوده تانية ان شاء الله ممكن اسيب لكم في اللينك لو حد طلب مني ان شاء الله او يطلب لسته بالجامعات الموجوده الحكوميه او الجامعات الخاصه. بعد كده بعد ما بتمشي في الفورمال ليتر وبتدفع الرسوم اللي هي اللي هنا اللي موجود، بعد كده تبدا تدفع المصاريف الدراسيه. ولازم يا شباب او يا بنات اخواتي كلكم، لازم تكون المصاريف الدراسيه على الاقل بتاع السمستر الاولاني كله او الترم الاول لازم تكون مدفوعه بالكامل. لان انت هنا لو ما دفعتش بالكامل مش هيجي لك الادميشن ليتر. ايه هو الادميشن ليتر ده؟ المرحله الثانيه اللي هي النهائيه بعد الفورمال ليتر. اول حاجه الفورمال ليتر ان انت خلاص دفعت الرسوم الدراسيه، بعد الرسوم بتاعتك اللي موجوده هناك، وبعد كده المصاريف التوتال بعد ما بتدفعها خلاص بيجي لي حاجه اسمها الادميشن ليتر. والادميشن ليتر ده اللي هو الكونفirmation، التاكيد، بيجي لك على ايه؟ على العنوان بتاعك بتاع البيت البريد. انما الفورمر ممكن يبعته لك مثلا على الواتساب، على السكايب، او يعني حاجه معينه على الانترنت. انما التاني ده بيجي لك على البيت وخلاص انت راجل اتقبلت وتكون دفعت المصاريف كلها. خلاص الحمد لله النهارده جالي الادميشن ليتر واتقبلت. اعمل ايه؟ ابدا اهم خطوه في حياتي او في حياتك ان انا اخد اوراقي كلها وابدا اتجه الى السفاره البولنديه. اوراقي هي ايه؟ بتكون شهادتي الثانويه العامه زي ما قلنا، مترجمه اللغه الانجليزيه، بيان بالدرجات، باسبور يكون صالح على الاقل سنه وثلاث اشهر او 3 شهور، صور شخصيه ليك، طبعا كل حاجه في الملف بتاعك. الكونفirmation او الادميشن ليتر اللي هو الجواب اللي جالك من الجامعه، القبول، ده مهم جدا. بعد كده شهاده تحركات اللي هي من العباسيه وبتكون مترجمه طبعا باللغه الانجليزيه. بيكون لك هنا كمان اللي هو ايه التامين الصحي، ده مهم جدا. في جماعه الناس بتقول لي ان التامين الصحي مش مهم، لا ده اهم شيء. ليه؟ ولازم نعرف حاجه مهمه جدا. مش اي شركه بتاعه تامين مثلا ناخدها والسلامه وافرح ان انا خدت على الباسبور بتاعي اللي هو بتاعه التامين الصحي ده، الهيلث انشورنس او التامين الدولي، وافرح. ده في بولندا حاجه تانية خالص. وفي اغلب الدول الاوروبيه كل دوله لها سيستم، بس انا بكلمكم عن بولندا حاليا. بولندا حاجه اسمها NFZ، ناردوفا فوندوش ازدروفيا. ايه هو ده؟ ده تأمين دولي مش للطلبة بس الناس كلها. انت بيحق لك بعد ما بتاخد الفيزا بتاعتك وبتيجي تقعد على الارض البولندية وتسكن هنا، لو لا قدر الله حصل لك اي حاجة، انت التكلفة بتاعتك كلها المعاشية من اول يوم لحد اخر يوم في الدراسة ما بتدفعش مليم زيادة. فهنا ما تضطرش بقى لازم انت بعد مثلا بتجيب من اي شركه معينه بولنديه يحصل لك مشكله تانية هناك لا قدر الله في بولندا. فنعمل ايه عشان نتفادى كده؟ لازم ان احنا نجيبه من شركه تكون معتمده في السفاره البولنديه، وشركة بتاع تأمين دولي بولندية، شركة تأمين دولي بولندية. نرجع تاني ونتكلم عن موضوع التأمين الصحي اللي هو الدولي ده. فلازم تكون انت هنا بتشتري التأمين الصحي بتاعك الهيلث انشورنس من شركة بولندية معترف بيها، بتكون بتخلصوا لك حاجة اسمها انفيزيت. تكلفته حوالي يعني 55 زلوطة أو 13 مثلا يورو أو حاجة أو الكلام ده حسب العملة اللي موجودة. فهو مش غالي بس بيكون لك أنت على المدار الطويل كله. فأنت لما بتيجي بتروح السفارة بيكون معاك شهادة الثانوية العامة مترجمة اللغة الإنجليزية، بيان بالدرجات، بعد كده إن شاء الله باسبورك يكون صالح، صور شخصية ليك، شهادة تحركات من العباسية بتكون بتخلصها هناك، الشهادة الصحية بتاعتك اللي هو التأمين مهم جدا جدا جدا. وكمان في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها وناخد بالنا منها كمان، تذاكر طيران. لازم تكون حاجة مثلا تروح لشركة من شركة طيران زي مصر الطيران مثلا أو شركة اللوت البولندية اللي موجودة، بتحاول تقول لهم إن أنا متجه للسفارة البولندية وراح أدرس هناك. هم بيعرفوا الكلام ده. بتحاول تجيب أنت تذكرة طيران ذهاب وعودة للغرض ده، مثلا تحجزها قبلها بيوم اللي هو بيكون قبل موضوع اللي هو أنت هتقدم في السفارة، إنها بيكون لمدة 24 ساعة مثلا يوم كامل، ما بيكونش قبلها مثلا فترة طويلة. عشان إيه؟ أنت مثلا بتعمل زي كونفirmation اللي بتعرفهم بيها. ومع تذكرة الطيران كمان بيكون الإقامة بتاعتك هناك في بولندا. طبعا لازم أنا مش هنام في الشارع، فلازم يكون سكن بتاع المدينة الجامعية ويكون مخلص كل حاجة، أو حتى سكن خاص. لو أنت ما قدرتش إن تسكن هناك في المدينة الجامعية حاول تكون تخلص عن طريق الإي بوكن أو موقع يكون تراستد أو تراستفول يكون موثوق بيه. أنت تخلص كل حاجة وتجيب لهم الحاجات دي كلها. طبعا يكون معاك الفيزا كارد اللي هو تكاليف المعيشة بتاعتك كلها هناك في بولندا، إن أنت تحاول مثلا ويكون السمستر بتاعك كمان كل شيء مدفوع هناك. أو زي ما قلنا دلوقتي اللي هو الكفالة، إن والدك بيعمل لك للشهر عقاري توثيق او ان انت توكيل ان انا متكفل واقرار متكفل بجميع المصاريف الشخصيه لابني او لبنتي في فتره اقامته هناك في دوله بولندا ودراسته من خلال السنه الدراسيه اللي موجوده ديت. وكمان الكونفirmation ليتر اللي هو الادميشن ليتر اللي هو بيجي بعد
الاوفر ليتر زي ما قلنا في الدراسه، اول حاجه الجامعه بتاعت لك الاوفر ليتر، العرض بتاعنا، انت بتدفع الرسوم الدراسيه بتاعت الكلام ده، سواء جامعات حكوميه او جامعات خاصه. وبعد كده اللي هو الايه الادميشن ليتر، اللي هو الخطاب النهائي، ده بتاخده معاك ان شاء الله، بتكون انت دفعت كل المصاريف الدراسيه بتاعتك. كل ده بتقدم بيه في السفاره ان شاء الله، وخلاص بمشيئه ربنا بتكون الحمد لله مؤهل نفسيا وواثق، او انت واثقه، وما تعلمش لحد. لان في اغلب الناس دلوقتي بتحاول تروح عن طريق مكاتب، زي ما قلنا مثلا ايه مكاتب السفر، بتقول لك انا خلصت كل حاجه، بتعمل من البحر طحينه حتى التامين الصحي، وفي الاخر بيجيب لك تامين عادي جدا، ويقول لك انا خلصت كل حاجه جدا، بتعامل مع السفاره، وهم في الاخر كلهم سماسره. الحمد لله انا شاهد على كده، عارف اللي بيحصل جوه، في نسبه معينه بتعدي وبياخدوا فلوس كتير جدا، ويقول لك احنا مكتب موثوق بيه، وفي الاخر كمان بتحصل مشاكل كبيره جدا. انت الحمد لله امشي راسل السفاره بنفسك، او روح للسفاره بنفسك، راسل الجامعه بنفسك، الحمد لله كل مؤهل. وكمان لازم تعرف حاجه معينه جدا ان شاء الله، حاجه مهمه جدا. في عندك حاجه اسمها سنة تحضيرية. لو انت لا قدر الله او انت مثلا عندك مشكلة مش مؤهل باللغة الانجليزية والمصطلحات، ما تندمش، ما تزعلش، ما تبكيش، ما تعيطش، ما تعيطيش، حاول تأهل نفسك، اتعلم اللغة الانجليزية اقل حاجة بي 1، لازم تكون اقل من بي 2، يعني ابدأ حتى هنا تكون مؤهل نفسك، تعرف المصطلحات، تدرس. لو مش السنة دي ان شاء الله السنة الجاية. وعندنا دايما التقديم في الجامعات البولندية، او قبل التقديم الاجراءات كلها بتاعة القبول بتتراوح ما بين شهرين لشهرين ونص في الجامعه هناك. وطبعا في الجنرال لو انت مثلا قول مثلا اتاخرت في الاجراءات مثلا، او حصل لا قدر الله اي حاجه، او مفيش ميعاد في السفاره، 25% من الجامعات البولنديه بيكون لها ايه وقت تاني في التقديم. 25% من زي ما قلنا تخليص اجراءات القبول الجامعي في بولندا في احدى الجامعات البولنديه اللي انت بتقدم فيها تتراوح ما بين شهرين الى شهرين ونص، واحيانا 3 شهور. طيب التخليص الاجراءات كلها. طب التقديم الجامعي في بولندا مرتين في السنه جنرال امتى؟ شهر 6 يونيو، 7 يوليو، اغسطس، شهر 8. لو ما لحقتش او ما لحقتيش تقدمي بسبب تاخير زي ما قلنا في الاجراءات، او انت عندك ميعاد في السفاره، او انت عندك ميعاد في السفاره، نعمل ايه؟ زي ما قلنا 25% من الجامعات، مش كلها، 25% من الجامعات في بولندا مش كلها بيكون التقديم فيها اكتوبر، نوفمبر، واول مارس. طيب خلاص، قلنا بعد القبول وتوثق اوراقك كلها وتروح للسفاره والكلام ده كله، الحمد لله بتاخد بنفسك. يبقى انت هنا، يبقى انت بيكون معاك اجراءاتك كلها، اوراقك كلها مستوفاه، وتروح للسفاره زي ما قلنا الحمد لله. دلوقتي بس هنحاول نلخص الموضوع ده بالظبط، عشان ان شاء الله انا هختم واخلص معاكم ده للمرحله الثانويه، لان الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله لو انت بتدرس ماجستير او دكتوراه. يبقى زي ما قلنا في ناس كتير حصل حاجه دلوقتي على السطح، حاجه اسمها الريكوجنيشن ليتر او خطاب اعتراف. الوزاره هنا او التعليم هنا بولندا استثنت 4 دول، او انها خاطبت 4 دول: السعوديه، مصر، الهند، الجزائر، عشان تيجي تدرس هنا وتكمل اجراءاتك ويكون في قبول نهائي الفاينل اكسبتنس من السفاره البولنديه في مصر، السعوديه، الهند، الجزائر. لازم يكون حاجه اسمها معاك خطاب اعتراف. ايه هو خطاب الاعتراف ده؟ لازم تكون شهاده الثانويه العامه بتاعتك تكون مترجمه للغه الانجليزيه الاصليه، تبعتها لحد في بولندا او تبعتها لحد بولندا، بيروح لها لمكتب الاقامات يخلصها لك ويجيبها، تتراوح ما بين اسبوعين الى 4 اسابيع، شهر، عشان هي لسه جديده، لسه بيبداوا يعملوها اول مره السنه دي. ان شاء الله بتجي لك. لو انت حصل مشكله بتخاطب الجامعه بتاعتك، او الجامعه بتاعتك تعمل لك اكستنشن ليتر، خطاب تمديد، عشان مثلا لو انت في شهر 10 يعمل لك لاخر شهر 10 عشان تاخدها وتروح السفاره. الكفاله ان انت مثلا اقل من 27 سنه، 25، 26، انت او انت، والدك او والدك ان شاء الله بيروح معاك للشهر العقاري يعمل اقرار ان انا اقر انا فلان الفلاني مثلا ان انا بتكفل بجميع المصاريف الشخصيه والدراسيه وكل حاجه بتخص ابني او بنتي في خلال فتره اقامته ودراسته في دوله بولندا. وانت خلصت الثانويه العامه بتراسل احدى الجامعات، قلت لكم انت عن طريق جو بولاند او ستادي ان بولاند او باتشلر بولاند او الماستر حسب الدراسه بتاعتك في بولندا. بتبدا تخاطب على الموقع الموجود، الويب سايت الرسمي الاوفيشال لاحدى الجامعات. خلاص ان شاء الله في كل حاجه اوكي. الجامعه بتبدا تعمل لك حاجه اسمها الاوفر ليتر، اللي هو العرض بتاعنا الاوفر، من خلاله ان انت ايه بعد الامتحان. الاوفر ليتر ده بيجي بعد الاونلاين انترفيو، لان اغلب الجامعات دلوقتي بيعمل حاجه اسمها بولندا اونلاين انترفيو، اللي هو بديل عن اللغه الانجليزيه مثلا عن ايلتس او التويفل. انت او انت في بلدك لو انت معاك دراستك اللغه الانجليزيه في الثانويه العامه اللي هو امريكان دبلوم باللغه الانجليزيه، خلاص بتغاضوا عنه، وبس بيعمل لك امتحان اونلاين انترفيو لو انت معكش الشهاده دي. فمش مهم جدا التويفل او الايلتس، مفيش مشكله يا جماعه، ممكن اونلاين انترفيو. عملت الاونلاين الانترفيو، عملتي الاونلاين انترفيو، الجامعه تعمل لك حاجه اسمها الاوفر ليتر، ان بمفيد ادفع الرسوم
الدراسيه وليست المصاريف الدراسيه. بعد كده تبعتها يبدا يبعت لك خطاب اللي هو ايه، اللي عندك مؤهل انت تبدا تدفع المصاريف الدراسيه. دفعت المصاريف الدراسيه كلها، حسب كل جامعه بتختص مختلفه من الثاني، بيجي لك حاجه اسمها نهائيه لادميشن ليتر. الادميشن ليتر اوكي الحمد لله كونفirmation، باخد ورقي بعد كده وبروح استلف اوراقي كلها متستفه كلها تستيف يعني بروفيشنال، باخدها وبروح للسفاره البولنديه. شهاده الثانويه العامه المترجمه للغه الانجليزيه، بيان بالدرجات، الباسبور بتاعي يكون ساري، الكونفirmation ليتر او الادميشن ليتر من الجامعه البولنديه، حجز تذاكر الطيران ذهاب وعوده، التامين الصحي قلنا لازم مهم جدا واهم شيء يكون من احدى الشركات البولنديه المعترف بها في السفاره البولنديه، اللي هي بتعمل حاجه اسمها NFZ ناشونال فوندوش ازدروفيا، اللي هو التامين الدولي الشامل، عشان لما تروح هناك ما يحصلش اي مشكله مثلا، وبعد كده يحصل لك مثلا ايه دروب وتحصل الكلام ده كله، تقول مثلا ده ما كانش حاجه معترف بيها. شهاده تحركات من العباسيه، وغير كده من شهاده التحركات من العباسيه كمان السكن بتاعك في بولندا مهم جدا، لازم تكون لهم ابروفال او اثبات مكان السكن بتاعك في بولندا. طبعا حاجة أخيرة، في ناس بتسألني لا قدر الله لو حصل رفض، لا قدر الله لو حصل رفض من السفارة البولندية هعمل إيه؟ المصاريف بتاعتك هنا بقى، هل يتم استرداد المبلغ بتاع الدراسة؟ في حالة الرفض الفيزا القانون البولندي بيلزم أي جامعة بتحويل مبلغ كامل فقط ناقص الرسوم البنكية. الرسوم البنكية اللي هي إيه؟ الرسوم الدراسية اللي هي عن طريقها كان جالك الفورمال ليتر، اللي هو الاوفر، الاوفر ليتر، اللي هو مثلا رسوم التسجيل. رسوم التسجيل لا ترد، اللي هي من حوالي 20 30 اورو لو جامعه حكوميه، 100 300 اورو لو جامعه خاصه. طيب انت الحمد لله اتقبلت ورحت هناك، ايه النظام يا عمر في بولندا؟ النظام في بولندا ايه؟ انا طالب دلوقتي، هل يحق لي هنا النهارده ان انا اعمل تصريح؟ لا. الطالب في بولندا وانت رايح اقامه في بولندا هناك مالكش تصريح عمل. ليه؟ لان انت خلاص انت طالب، يحق لك انت هنا ايه بقى كطالب القانون البولندي تشتغل بدون عدد ساعات، حد ادنى من الساعات، عشان تبدا تاهل نفسك جنبا الى جنب الدراسه وتشتغل. فانت هنا مش محتاج تصريح عمل. حاجه تانية كمان، التامين الصحي بتاعك ده خلاص لو حصل لك لا قدر اي مشكله اوتوماتيك ما بتدفعش اي مصاريف اضافيه. ماشي. طيب نبدا هنا. لو انا بشتغل حتى ايه الراتب مثلا الشهري ليا للطالب؟ لو انا مثلا في الويك اند ممكن حوالي 500 اورو لو انت عايز تشتغل بس في الويك اند. طيب بعد كده كمان في ناس كانت بتسالني مثلا، طيب هل لغه بولنديه، عايز اتعلم الكورس اللغه البولنديه، ايه مميزاته وايه عيوبه؟ كورس اللغه البولنديه لما بتجتازه بنجاح بعد 10 شهور بيحق لك الدراسه مجانا بعد 10 شهور. بس عيوبه بقى ان انت بيسقط عنك صفه طالب، وصفه طالب هنا خلاص مالكش اي ديسكاونت، مالكش اي خصومات سواء كانت في وسائل المواصلات، ترفيه، في الجيم، في التسوق، في اي حاجه والكلام ده كله، لان انت كطالب ليك صفه طالب، ليك ديسكاونت، ليك خصم في كل حاجه. بس هنا بديك حاجه برضو وفي عيب تاني. فعايز تتعلم اللغه البولنديه اوكي، بعد 10 شهور اوتوماتيك بدرس مجانا. بس العيب بتاعها ايه؟ ان انا ببدا لازم اخلص تصريح العمل بتاعي، خلاص هنا بقى اوتوماتيك ماشي سقطت عندي الحاجه دي كلها، وكمان ما بتعاملش هنا ايه مجاني. خلاص ماشي. طيب اخر حاجه نقدر نقولها مثلا ايه؟ السنه التحضيريه. السنه التحضيريه زي ما احنا قلنا يا جماعه، لو انا عندك اللغه الانجليزيه بتاعك او المستوى بتاعك ضعيف ومش مؤهل، اقل من البي 2، فلازم تعرف حاجه اسمها، بعض الجامعات هنا بتاهلك بتعمل حاجه اسمها سنه تحضيريه عشان تكون مؤهل ان انت تعرف المصطلحات العلميه اللي انت تروح هناك تدرسها. الحمد لله. اتمنى من ربنا يكون الفيديو السريع ده اللي احنا قلناه عشان موضوع ريكوجنيشن ليتر اللي ظهر على السطح مؤخرا او خطاب الاعتراف، قلنا هو ايه وشرحناه وعدناه مره واثنين، وموضوع الكفاله، ولو انت طالب في الثانويه العامه او انت طالبه وعايز تدرس في الجامعه هناك ايه الاجراءات، وبعد كده اللي بيحصل ان شاء الله وبعد ما تروح هناك. اتمنى من ربنا ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم ويكون يعني ساعدكم. بحاول ان شاء الله، بنحاول ان شاء الله من فتره للتانيه ان انا اعمل معاكم اكتر من محتوى، اكتر من فيديو مختلف ان شاء الله. يا ريت نشروا كمان وابعتوا لحد تاني، لان الدال على خير كفاعله. معاكم عمر البحيري، كان معاكم دايما من قناتكم قناه مهاجر. اشوفكم على خير وبالتوفيق ان شاء الله، مع الف الف سلامه.